من يملك أقوات الناس يملك أن يسيرهم كما يريد. وأنت يا صديقي كبير الشرطة تملك السلطة، وبذا نضمن خضوع الجميع لنا نحن الاثنين. ولكن ولائي للوالي. وأنا لم أطلب منك مخالفة ذلك، فكلنا ولاؤنا للوالي. هم الوالي أن يعيش الناس في اطمئنان ورخاء. أرأيت أننا لم نختلف؟ الرخاء أوفره أنا، والأمان هو عملك يا كبير الشرطة. لكن رخاء الناس يتعارض مع ما تعرضه علي من اتفاق الآن. بل هو يتفق ولا يتعارض. كيف تتفق مصلحتنا مع مصالح العامة؟ بإحكام قبضتنا على السوق، بالتضييق على الناس، بارتفاع الأسعار، ثم في حل الأزمة وانفراجها. عندها ترى الناس تلهج بالشكر للوالي، وهذا بالطبع يعود عليك بالتقدير والنفع الكثير. وكيف أضمن أنك لن تخل باتفاقنا يوما يا ظافر؟ لا، لن يأتي هذا اليوم إلا إذا ذهب العقل. بل أنا من يحتاج لاتفاقنا بضمان منك لا أنت. ما دامت أموالي لديك في ازدياد مع الأيام فهذا خير ضمان. عهد نقسم عليه نحن الاثنان ألا يخون أحدنا الآخر مهما كانت الأسباب. نقسم يا صديقي.